فكرة الكونفليكت أو المواجهات دي يعني أكتر حاجة الناس بتيجي تقول لي مثلا في سيشن في أي حاجة، تقول لي أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أتعامل. خلينا نقول إن في كذا طرق من طرق التعامل اللي الناس دايما بتستخدمها. يا إما تبقى باسيف سلبية، اللي هو خلاص كبري دماغك، مش مشكلة، هتعامل مع نفسي بعدين، مش مشكلة. فاللي هو خلاص أنت عندك حق، أنا آسفة، over apologizing, you are always right, I'm always wrong. فده أول اللي هو الأسلوب الباسيف، اللي حقوقك والنيدز بتاعتك أهم مني فأنا هضحي بيها عادي. تاني نوع اللي هو الأجريسيف، اللي هو انا هتخانق وانت ازاي تكلمني كده وانت مش عارفه ايه. ده اللي هو فيه عنف شويه، اللي هو انا عايز حاجه، انا هاخد الحاجه دي regardless انت عايز ايه. تالت نوع بقى اللي هو الباسيف اجريسيف، اللي هو يعني شهير جدا، اللي هو خلاص ما فيش مشكله، انا دايما هضحي، هعمل لك اللي انت عايزه، تمام، ما انا دايما كده، انا اللي مش مهم. خلاص بقول ان انا هكونسيد، بقول ان انا تمام موافقه معاك، رغم ان انا اصلا عماله بقى برمي في كلام. I'm being very passive aggressive، ببين قوي 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 ان انا مش موافق ده. فدول الثلاث انواع اللي هم unhealthy في التعامل مع الكونفليكت. الحاجه بقى اللي عايزين نتكلم فيها اللي هي بتبقى مفيده جدا، فكره ان انا ازاي بقى assertive، ازاي بقى موكده لذاتي. وده معناه ان انا والشخص الاخر عندنا equal rights and needs. بمعنى ان انا لما اجي اعبر بقى عن الكونفليكت استخدم حاجه اسمهم I statements. دول هو انه اتكلم بطريقه انا حسيت بايه، انا لما ايه اللي حصل، I when. تالت حاجه because عشان ده كذا كذا كذا. ورابع حاجه ان انا اقول له انا عايز ايه. يعني بتبقى مشكله قوي في الكونفليكت ان انا اقول لك انت عملت انت عملت انت عملت، فلو الشخص التاني بقى ديفنسيف، في نفس الوقت I don't offer solution. طب انت عايزه ايه؟ فرابع حاجه ان انا offer solutions. فده ازاي بقى موكده لذاتي، ان انا استخدم assertiveness، ان انا استخدم الاي statements. again I feel، انا حسيت، when لما، عشان، واخر حاجه انا عايزه ايه.